عمرك سألت نفسك ليه برنامج بآلاف الدولارات بيتكرك في يومين بس؟ وليه شركات عندها مليارات عارفة إن برامجها بتتسرق وسايباها؟ هل الشركات غبية ولا يمكن أنت اللي بتلعب بيك وفاكر نفسك كسبان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عامل يا صديقي واهلا بك في فيديو جديد. تخيل تدخل محل تشتري لعبة ب$70 وصاحب المحل يشوف واحد تاني داخل بيسرق نفس اللعبة قدامه ويبتسم ويكمل شغله عادي جدا، لا جرى وراه ولا بلغ الشرطة ولا حتى زعق. ده حرفيا اللي بيحصل في عالم الكراك. طب هل الكراكرز دول أبطال بيحاربوا جيش الشركات؟ واحد روبن هود يعني العصر الحديث، ولا هم مجرد واجهة لسرقة بياناتك وتدمير جهازك وانت فرحان ومفكر نفسك كسبان؟ طيب سؤال أخطر، ليه شركات بتمتلك ميزانيات دول وعندها جيوش من المبرمجين مش عارفين يوقفوا شخص قاعد في أوضة ضلمة بيوزع تعبهم ببلاش؟ هل هم فعلا مش قادرين ولا الحقيقة إن الكراك هو أكبر خازوق متغلف في هدية أنت لبسته وأنت مش دريان؟ وهل القرصنة سرقة وحرام؟ ولو سرقة ليه في ناس كركت لعبة وبعدين اشتريتها؟ وليه في ألعاب وبرامج كاملة ما كانتش هتعيش أصلا من غير القرصنة؟ النهاردة هنفتح الصندوق الأسود لعالم الكراك، ركز معايا عشان الكلام ده مش هتسمعه في أي حتة تانية. في البداية صديقي أحب أقول لك إن إحنا عملنا جروب جديد غير جروب جراج الهاردوير اللي هو جروبنا الأساسي، اسمه باور أوف هاردوير ايجيبت. الجروب ده معمول عشان مشكلة بقت واضحة في سوق الهاردوير في مصر بل في الوطن العربي كامل، وهي إنك تشتري قطعة هاردوير على أساس إنها صفقة وفي الآخر تكتشف إنك اتنصب عليك. في الجروب ده إن شاء الله هنساعد بعض، اللينك هتلاقيه في الوصف إن شاء الله، فما تنساش تنضم هناك، وما تنساش بقى الدعاء لإخواتنا المستضعفين في كل مكان، ربنا ينصرهم ويثبتهم يا رب. تعالى بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. خلينا نفهم في البداية الكراك بيحصل ازاي بسرعة ومن غير أي تعقيد. بص يا صديقي، اللعبة في الأصل عبارة عن كود، وعشان الشركة تحميه بتحط نظام حماية بيقول للجهاز ما تفتحش إلا لما تتأكد إن فيه رخصة. الكراكر وظيفته بقى مش إنه يكسر اللعبة، هو وظيفته إنه يضحك على النظام ده، بيعمل حاجة اسمها بايباس، يعني بيبني كوبري فوق القفل. وزمان الموضوع كان سهل جدا، عبارة عن ملف EXE صغير بتبدله وخلص الموضوع. لكن دلوقتي الكراكرز بقوا يستخدموا أدوات مرعبة حرفيا. تعال أقول لك طريقة بسيطة بس كده من اللي بيستخدموها. من ضمن الطرق العبقرية اللي بيتم استخدامها، البرنامج أو اللعبة بيبعت رسالة للسيرفر الرسمي: يا باشا اللعبة دي أصلية. يقوم الكراك قطع الطريق في النص ويرد هو بصوت تخين: ايوه يا ابني، اصليه وزي الفل عد الدنيا. وعشان الشركات تحمي نفسها ظهر البعبع دينيفو، نظام حماية معقد لدرجة انه بيعمل تشفير للكود كل ثانية وانت بتلعب. المفروض انه حماية وبس، لكن في الحقيقة هو تقيل وبيسحب من اداء جهازك، وده اللي بيخلينا نسأل ليه الكراك احيانا بيبقى اسرع من اللعبة الاصلية. فاكرين لما اتكلمنا عن كروت شاشة من $50 ل $400 الفيديو اللي فات؟ تخيل بقى تشتري كارت شاشة ب 10000 جنيه عشان تاخد 60 فريم وتكتشف ان نظام الحماية واكل منهم 15 فريم لوحده. دي الفضيحة بقى اللي حصلت في العاب كتير جدا زي ريزيدنت ايفل فيليج. النسخة المكركة كانت انعم واسرع من الاصلية بمراحل. طيب ليه؟ لان الكراكر شال التقل اللي الشركة حطاه. هنا بقى الجمهور انقسم، هل ادفع فلوس عشان اخد اداء اوحش ولا اسرقها واخد اداء احسن؟ دي المعادلة الصعبة اللي الشركات خسرانة فيها تقنيا. عالم الكراك يا صديقي مش مجرد اكواد، ده في شخصيات اغرب من الخيال. عندنا في جيرل اللي العالم كله فاكرها بنت، وهي عباره عن خوارزميه ضغط بشريه بتخلي لك اللعبه ال 100 جيجا تبقى 30 جيجا بس عشان اصحاب الانترنت الضعيف زينا كده يحملوها. ايوه انت يا مصر يا ابو نت محدود. على الكسفة اللي انت فيها يا حازم. المهم ان على الناحيه التانية الشخصيه اللي جننت العالم امبيرس دي مش بس كانت بتكسر الحمايه، دي كانت بتكتب رسائل هجوميه مرعبه للشركات جوه ملفات الكراك نفسه، وفجاه اختفت. في اللي قال اتمسكت وفي اللي قال كانت مبرمجه جوه شركه حمايه اصلا وبتلعب على الحبلين. الغموض ده هو اللي مخلي سوق الكراك عايش لحد النهارده. بس السؤال الحقيقي، ليه الشركات سايبه كل ده؟ نيجي بقى للسؤال اللي ب1,000,000 دولار، ليه الشركات مش بتقفل المواقع ديت؟ شركة عندها مهندسين محاميين فلوس تكفي تقفل أي حاجة، ومع ذلك الكراك موجود. السبب الأول يا صديقي التسويق بالإدمان. بص يا عم محمود، أنا مش بحب المصطلحات الغريبة ديت، فهمني. تعال أفهمك يا صديقي. بص باختصار شديد، الشركة عارفة إنك لو حملت اللعبة المكركة وعجبتك هتبقى جزء من الكوميونتي بتاعها، ولما ينزل الجزء التاني أونلاين هتضطر تشتريه. الكراك هو عينة مجانية غير رسمية. بيل جيتس قال جملة زمان عن الصين تفهمك الدنيا: طالما هيسرقوا خليهم يسرقوا برامجنا احنا. ده الحكاية كده. طيب هو بيل جيتس غبي ولا مجنون عشان يقول الكلام ده؟ لا يا صديقي، الاستراتيجيه دي اسمها بناء العاده. يديلك اول جرعه ببلاش. ادوي مثلا عايزاك وانت طالب تتعود على فوتوشوب المكرك وتحفظ اختصاراته، علشان لما تتخرج وتشتغل في شركه، الشركه هتضطر تشتري لك النسخه الاصليه لانك مش بتعرف تشتغل غير عليه. لو قفلوا الكراك انت هتروح لبديل مجاني وهم هيخسروا سيطرتهم على السوق في المستقبل. كراك ادوي يا صديقي بالذات انا هبقى اعمل عنه حلقه كامله باذن الله.
خد عندك المثال البسيط ده، وينرار برنامج بقاله 40 سنة في فترة تجريبية. تفتكر هم أغبياء؟ لأ، هم عارفين إن المستخدم العادي أنا وأنت مش هيدفع، بس لما موظف أي تي في شركة كبيرة يسطبه على 100 جهاز، هنا القانون بيتدخل والشركة بتدفع ملايين عشان خايفة من القضايا. فلوسهم بتيجي من الشركات مش من عمر اللي قاعد يفك ضغط جاتا في بيته. وبعدين تعالى نحسبها، علشان الشركة ترفع قضية عليك في مصر محتاجة محامي دولي وإذن نيابة. تخيل مايكروسوفت ترفع قضية في محكمة الأسرة في امبابة علشان نسخة ويندوز ب 10 دولار، تكلفة المحامي أغلى من النسخة. عشان كده هم مركزين مع الحيتان الكبيرة وسايبين السمك الصغير يعوم. وعلى فكرة الموضوع مش بس استراتيجية من الشركات، ده في كمان انفصال عن الواقع. يا جماعة 70 دولار بتوع تمن اللعبة دول في أمريكا يعني شغل 7 ساعات بالكتير خالص بحد أدنى للأجور، يعني يشتغل يوم واحد يشتري اللعبة. لكن في مصر ال 70 دولار بتمثل مرتب شهر كامل لشاب لسه بيبدأ حياته. الشركة اللي مش عاملة تسعير إقليمي يحترم اقتصاد كل دولة هي اللي بتزق الناس للقرصنة بإيديها، وبعدين ترجع تشتكي إن ألعابها بتتسرق. أنت كشركة ما طلبتش سعر عادل، فما تستناش من المستهلك رد فعل عادل. والكلام ده برضه بوجهه لشركة وي في مصر، ما تستناش مني إني أشحن الباقة 3-4 مرات في الشهر، لا أنا هخترع طرق وأسرقكم بيها. السبب التاني والأهم هو إنه الشركات ما بقتش تكسب من بيع اللعبة مرة واحدة، المكسب الحقيقي في السكنز والباتل باس، والكراك مستحيل يشغل لك أونلاين، فبالنسبة لهم أنت مجرد لاعب أوفلاين مش خسران منك حاجة، بالعكس أنت بتعمل زحمة وهبة للعبة. وده بيفسر لك ليه ألعاب زي فالورانت وور زون هي ألعاب مجانية أصلا. الشركات دي استوعبت إنها لما تفتح الباب للكل ببلاش هتكسب أضعاف من السكنز، فما بقاش في معنى للكراك في الألعاب ديت. اللعبة دلوقتي بقت في الأونلاين. لحد هنا الكلام حلو، الشركات مستفيدة واحنا مستفيدين. بس استنى، هو الهاكر اللي عمل الكراك ده فاتح جمعية خيرية بيسهر الليالي يعني عشان سواد عيون حضرتك؟ في العالم الرقمي لو المنتج مجاني يبقى انت السلعة. اسمع القصة دي وركز معايا. في نوع من البرمجيات الخبيثة بيبقى مدموج في الكراك، وظيفته التعدين، بيستخدم كارت الشاشة بتاعك عشان يعدل العملات لصالحه. انت عارف المصيبة والكارثة والطمة الكبرى في ايه؟ انك اول ما تفتح التاسك مانجر عشان تشوف الجهاز تقيل ليه، الفيروس بيوقف نشاطه فورا. تقفل التاسك مانجر يرجع يطحن الكارت من تاني، انت بتدفع فاتورة الكهرباء وكارتك بيتحرق بالبطء وهو هناك بيقبض بالدولار. ده غير فيروسات الفدية اللي بتشفر ملفاتك كلها وتطلب فلوس. يعني انت وفرت 50 دولار تمن اللعبة بس خسرت داتا شغلك وذكرياتك اللي ما تساويش فلوس. بعد كل اللي سمحته ده، التكنولوجيا الفلوس الشركات دلوقتي بس نقدر نسأل السؤال اللي الناس بتحاول تهرب منه، القرصنة حلال ولا حرام؟ وهل بتأثر على الصناعة؟ تعال نجاوبك ببساطة وفهمك ليه السؤال ذات نفسه غلط. القرصنة مش ابيض ولا اسود، والمشكلة ان اغلب الناس بتدور على اجابة تريح ضميرها وخلاص. خلينا نكون واضحين من غير لف ولا دوران، الكراك مش سرقة بالمعنى الحرفي. السرقة انك تدخل محل وتاخد منه نسخة من اللعبة، لكن ده ما يخليهاش حلال. اللي انت بتعمله ببساطة يسمى انتهاك للحقوق. انت استخدمت حاجة صاحبها ما ادكش اذن تستخدمها. الموضوع معقد اوي صديقي، فبالله عليك ركز معايا. لو القرصنة كانت سرقة صريحة كانت الصناعة ماتت من زمان، ولو السرقة كانت حلال مطلق ما كانش حد دفع مليم واحد. ايه yesterday ايه الكلام ده وشو الكلام ده؟ ببساطة شديدة، عندك طفل مصري متكحرت نفسه يلعب جاتا فراح نزل اللعبة كراك. الولد ده لو ما كانش فيه نسخة متكركة إمكانية إنه يشتري اللعبة كام في المية؟ أحب أقول لك صفر. فالشركة هنا ما خسرتش حاجة، بس نفس الطفل ده ممكن يكبر يشتغل ويبقى هو اللي يدفع آلاف الدولارات بعد كده. نفس المنطق اللي بتشتغل بيه شركات عملاقة زي أدوبي. طيب في الوقت ده هل القرصنة كده سرقة وحرام؟ بالعكس، القرصنة أفادت الشركات، والشركات سايبة القرصنة بمزاجها لو ما تعرفش يعني. طيب وانت اصلا مفكر انك لما تنزل لعبه كراك بقيت هاكر ومفيش منك اتنين وضحكت على شركه قيمتها 3 تريليون دولار؟ بس خليني اصدمك واقول لك انهم عارفين اسم جهازك وعارفين انك بتستخدم نسخه مسروقه، والارعب انهم سايبينك بمزاجهم. قرصنه يا صديقي نتيجه تسعير غلط ونتيجه خدمه سيئه، نتيجه سوق مش عادل، وفي نفس الوقت نتيجه رغبه بشريه في الوصول. فلو هنسال سؤال مهم في الاخر، مش القرصنه حلال ولا حرام، السؤال الاصدق هو هل الصناعه عملت اللي عليها عشان تخليك ما تحتاجش تكرك؟ وهل انت فاهم امتى بتاخد حقك وامتى بتعتدي على حق غيرك؟ طبعا يا صاحبي انا مش شيخ ولا مفتي، انا بحكي تاريخ وبحلل الواقع، بقول لك ليه الظاهره دي موجوده وايه اللي بيحصل ورا الكواليس، عشان ما حدش ياخد الفيديو لسكه شمال ويقول ده محمود بيشجعنا نحمل كراك. لا يا صديقي، انا هنا عشان انور لك طريقك وافهمك اللعبه ماشيه ازاي، والقرار في الاخر يرجع لضميرك ولقناعاتك. في النهايه يا صديقي مفيش حاجه ببلاش، اللعبه اللي انت فرحان بيها ديت ممكن تكون منجم ذهب لصاحب الموقع اللي انت نزلتها منه، ممكن يكون بيستخدم قوه جهازك وكارت الشاشه بتاعك في تعديل العملات الرقميه وانت بتلعب، او بيسرق بيانات حساباتك. نصيحتي ليك، الكراك عالم ممتع وقصصه مثيره لكنه ارض ملغمه. لو معاك تمن اللعبه اشتري راحتك ودعم المطور، ولو مش معاك خليك حذر جدا، لان الخازوق المرضيات مش هيكون في فلوسك، ده هيكون في خصوصيتك وجهازك كله. قول لي بقى رايك في الكومنتات، بس بلاش حرام وخلاص ولا حلال وخلاص، وبلاش برضه الشركات تستاهل، عايزين نقاش محترم. لو عجبكم بقى النوع ده من الفيديوهات الوثائقيه التقنيه قولوا لي في الكومنتات، عشان عندنا قصص تانية اشرس بكتير. وبس كده يا صديقي، وسلام.